فيلمنا بيبدأ مع جون ويك وهو راكب عربيته وبيخرج من العربية وهو مصاب وبينزف، وبيشوف فيديو على تليفونه لمراته هيلين اللي ماتت، وبينهار جون ويك بعدها على الأرض. وبنروح قبل المشهد ده بكام يوم، وجون كان في بيته وبيصحى من النوم وبيفتكر أيامه مع هيلين، وبيفتكر اللحظة الحزينة لما هيلين انهارت ما بين إيده. وبيروح جون على المستشفى وبيلقي نظرة على هيلين، وبيمشي جون من المستشفى وقلبه مكسور على وفاة مراته، وكان ماسك السلسلة بتاعت مراته. وبنعرف إن هيلين كانت مريضة بمرض خطير وهو ده اللي موتها. وبيركب جون عربيته وبيروح الجنازة، وبعد ما الجنازة خلصت بيجي لجون واحد صاحبه اسمه ماركس، وماركس جاي يعزي جون ويطمن عليه، وبعدها بيسيبه وبيمشي. وبعدها جون بيروح وبيلاقي الباب بيخبط، وبيلاقي فيه كلب اتبعت له لحد البيت ومعاه رسالة. ولما بيفتح جون الرسالة بيكتشف إنها من هيلين مراته، وهيلين كانت كاتباله الرسالة دي قبل ما تموت، وبتقول له فيها إنها خلاص تقبلت مصيرها وعارفة إنها هتموت، وبتتمنى لجون يعيش حياة جميلة وكلها سعادة. وبتقول له أنا بعت لك الكلب ده علشان يسليك في حياتك. وجون بيعيط بعد ما قرأ الرسالة، وبيطلع الكلب وبيسميه دايزي، وبيبقى حابه جدا لأنه هدية من هيلين. وتاني يوم دايزي بيصحي جون وبيمشي وراه في كل حتة في البيت، وجون بيقرر ينزل يشتري شوية أكل للكلب، وبياخده معاه في عربيته الغالية وبيتحرك. وبيوقف بعدها جون في البنزينة، وبيوصلوا البنزينة شوية شباب من روسيا، وواحد منهم اسمه جوزيف بيقرب من جون، وجوزيف بيعجب بعربية جون وبيسأله عن سعرها، فجون قال له العربية مش للبيع. وجوزيف بيخش له من شباك العربية وبيشتمه بالروسي، وبيقول له كل حاجة ليها تمن. وجون بيرد عليه هو كمان بالروسي وبيشتمه، فجوزيف بيتعصب جدا لحد ما واحد صاحبه بيهديه وبيتأسف لجون وبيسيبه يمشي. جون في آخر اليوم بيجري بعربيته في طريق مهجور، وكان بيطلع شوية طاقة سلبية عنده، وبيبان إن جون ماهر جدا في سواقة العربية. وبعدها بيروح وبينام، ولكن بيصحى بعد شوية وبيسمع صوت غريب في الدور اللي تحت، فبينزل علشان يشوف في إيه، وبيلاقي 2 مقنعين قدامه، وشخص ثالث بيضربه على دماغه وبيوقعه، والتلاتة بيقعدوا يضربوا في جون. وواحد من العصابة دي بيروح يقتل دايزي علشان كان عمال بينبح. وبعدها بيسرقوا مفاتيح عربية جون، وواحد منهم بيشيل القناع وبيطلع إنه جوزيف، وجوزيف بيشتمه بالروسي وبيفقدوا الوعي. وجون بعد شوية بيفوق وبيلاقي الكلب بتاعه مقتول، وبيطلع يدفنه وبيرجع ينظف بيته من الدم اللي على الأرض، وعينه كلها شر وانتقام. وجوزيف بيروح بعربية جون لشخص اسمه أوريليو، وجوزيف بيقول له أنا عاوز نمرة جديدة للعربية وغير لي في أوراقها وخلي العربية باسمي. لكن أوريليو كان عارف العربية دي كويس وعارف إنها بتاعت جون ويك، وبيقول له أنت جبت العربية دي منين؟ وجوزيف بكل فخر بيقول له أنا سرقتها بعد ما ضربت صاحب العربية وقتلت الكلب بتاعه. فأوريليو بيتصدم وبيقول له خد بعضك وامشي من عندي حالا. فجوزيف بيقول له ما تنساش نفسك، إحنا اللي فتحنا لك المحل بتاعك، يعني أنت شغال عندنا. وأوريليو بيتعصب منه وراح ضربه، وواحد من صحاب جوزيف رفع عليه السلاح، بس صاحبه التاني بيهديه، وجوزيف بيشتم أوريليو وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بكم ساعة جون بيجي لأوريليو وبيطلع إنهم يعرفوا بعض، وجون بيسأله عن عربيته، فأوريليو بيقول له العربية بتاعتك كانت هنا مع شخص اسمه جوزيف، وجوزيف ده ابن فيجو زعيم المافيا الروسية. وجون للصدفة كان يعرف فيجو كويس، وجون بيقول لأوريليو إنه محتاج عربية ضروري، وأوريليو بيديله عربية وجون بياخدها وبيمشي. وبعدها فيجو زعيم المافيا بيتصل بأوريليو وبيقول له أنت فعلا ضربت ابني؟ فأوريليو قال له أنا ضربته لأنه سرق عربية جون ويك وقتل كلبه. وفيجو لما سمع الكلام ده بيتصدم وبيقفل المكالمة وبيروح يقابل ابنه جوزيف. وفيجو أول حاجة بيعملها إنه ضرب ابنه في بطنه، وبيقول له أنت ما لقيتش غير جون ويك اللي تسرق عربيته وتقتل الكلب بتاعه. جون ويك ده قاتل محترف جدا وخطير، وكل أعضاء المنظمة الإجرامية يعرفوه كويس ومسمينه البعبع، لأن جون شخص مش سهل إطلاقا وبيقدر ينفذ أي مهمة يتكلف بيها. وفيجو بيحكي لابنه بيقول له أنا قبل كده شفت جون بيقتل 3 رجالة بقلم رصاص، وفي وقت من الأوقات جون كان شغال معايا، بس قرر يتقاعد علشان يتجوز هيلين. فقررت قبل ما جون يتقاعد أديله مهمة صعبة ومستحيلة، وإنه يقتل قتلة مسلحين وخطيرين. وللمفاجأة جون قدر ينفذ المهمة في وقت قصير وفاجأ الجميع. وانت بقى رايح بعد ما مراته ماتت تسرق عربيته وتقتل الكلب بتاعه، وبيحضن ابنه وبيقول له انت لازم تستخبى علشان جون هيدور عليك علشان ينتقم منك. وجون في نفس الوقت كان راح لبيته وبياخد مطرقة
وبيكسر بيها الأرضية وبيطلع من تحت ترسانة من الأسلحة وعملات ذهبية خاصة بالمنظمة الإجرامية. وفيجو بيقرر يتصل بجون وكان عاوز يعوضه عن اللي حصل، بس جون بيرفض يسمعه وبينهي المكالمة. فبيفهم فيجو إنهم في مشكلة كبيرة وجون مش عاوز يتفاهم، وبيطلب فيجو من المساعد بتاعه ويجهز الرجالة علشان هيواجه جون. فالمساعد بيسأله بكل استهزاء وبيقول له المفروض نجهز كام واحد؟ ففيجو قال له طلع رجالتك اللي جاهزين حاليا. وجون بعدها بيلبس بدلة سودا وبيكون مستعد لأنه عارف إن فيجو هيبعت رجالة علشان يقتلوه. وفعلا رجالة فيجو وصلوا لبيت جون، وجون بيحس بيهم وبيمسك سلاحه وبيخش عليهم وبيقتل بدون أي تردد أو خوف، وبيخش في قتال مع كذا واحد منهم وبيخلص عليهم بكل سهولة. وفيجو بيطلع إنه بعت 12 شخص علشان يقتلوا جون ويك، بس ده بالنسبة لجون لعب عيال وبيقتلهم كلهم. وبعدها بيوصل ضابط شرطة لبيت جون ويك وجون بيفتح له وكان يعرف الضابط، وبيسأل الضابط هو صوت الدوشة اللي عندي كان عالي؟ والضابط بيشوف الجثث على الأرض وبيسأل جون هو أنت رجعت تاني؟ فجون قال له لأ، دي بس مهمة على السريع. والضابط بعدها بيمشي وبيروح جون يتصل بمنظمة تنظيف، وده شغلهم عبارة عن إنهم بيجوا بياخدوا الجثث وبينظفوا البيت من الدم، وجون بيحاسبهم وبيديهم عملات ذهبية. وبنفهم إن المنظمة الإجرامية بتتعامل بالعملات دي ما بينهم وما بين بعض. وعلى الناحية التانية فيجو بيعرف من المساعد بتاعه إن رجالته كلهم ماتوا، ففيجو بيقول له نزل إعلان لكل القتلة المأجورين وحط جايزة 2 مليون دولار للي يقدر يقتل جون ويك. وبيروح فيجو يزور ماركوس صاحب جون، وفيجو بيعرض عليه 2 مليون دولار مقابل إنه يقتل جون ويك. وفيجو راح لماركوس مخصوص لأن ماركوس هو صاحب جون وهو أكتر واحد ممكن يقتل جون، وماركوس بيوافق على عرض فيجو. وتاني يوم جون بيروح فندق اسمه كونتيننتال في مدينة نيويورك، والفندق ده بيقدم خدمات لأعضاء المنظمة الإجرامية اللي جون تابع ليها. وفي كل فروع فنادق كونتيننتال حول العالم بيمنعوا أي عمليات قتل تحصل جوه الفندق. وجون بيخش الفندق وبيقابل موظف الاستقبال شيرون، وبيدي لشيرون عملة ذهبية وبيحجز أوضة ليه في الفندق، وبيكون كل اللي في الفندق قتلة مأجورين شغالين عند المنظمة. وبيروح جون يقابل صاحب الفندق وينستون، وجون بيسأله فين ممكن ألاقي جوزيف؟ فوينستون قال له جوزيف بيروح دايما ملهى ليلي. فجون على طول بيجهز نفسه وبيلبس بدلة ضد الرصاص وبيروح على الملهى الليلي ده. وهناك جوزيف كان موجود فعلا مع أصحابه، والمكان كان مليان حراس بيحرسوا على جوزيف تحسبا لأي خطر. وجون بيرفع سلاحه على الحارس اللي عند الباب، والحارس بيبقى عارف جون وبيشكره إنه ما قتلوش وبيسمح له يخش للملهى الليلي. وجون بيخش لغرفة تغيير الملابس وبيقتل صحاب جوزيف، وبيخش على الحراس وبيبدأ يقتلهم واحد ورا التاني، والحراس اللي على الكاميرات بياخدوا بالهم. وجون كان هيقتل جوزيف بس جوزيف قدر يفلت بحياته، وبيكمل جون على الحراس وبيقتلهم كلهم وبيطلع يجري ورا جوزيف. وجوزيف بيخش وسط الناس وهي بترقص، وفي حراس تانيين بيجوا علشان يقتلوا جون، بس جون كان أسرع منهم كلهم وبيقتلهم في ثواني. وبيتلهي جون مع عدد الحراس الكبير، وجوزيف كان قادر يركب عربية وبيهرب من المكان. وجون بيطلع من المكان وهو مصاب، وبيرجع للفندق وبيقول لشيرون إنه عاوز دكتور يجيله الأوضة، والدكتور بيجيله وبيعالج الجروح اللي عنده. وبالليل ماركس بيطلع على سطح المبنى اللي في وش الفندق وبيحط البندقية بتاعته في اتجاه جون، وجون وقتها كان نايم. وماركس بياخد باله إن في شخص تاني دخل أوضة جون، فراح ضارب نار في المخدة علشان يصحي جون. وبيطلع إن في قاتلة اسمها برينكس جت علشان تقتل جون وتاخد الجايزة، وبتحاول تقتله بس جون بيفلت بأعجوبة، وبعدها بيقوم عليها وبيضرب فيها لحد ما بيسيطر عليها وبيرفع عليها المسدس. وبيعرف منها إن فيجو رفع جايزة موته ل4 مليون، وجون بيهددها وبيسألها عن مكان جوزيف، بس هي بتقول له معرفش، بس تعرف فيجو مخبي فين كل فلوسه وثروته، وبتقول له على المكان فين بالظبط. وجون بعدها ضربها على دماغها وأفقدها الوعي، وبيظهر قاتل اسمه هاري، وجون بيقول له خلي بالك من برينكس وخليك مراقبها لحد ما أرجع. وتاني يوم جون بيروح على المكان اللي برينكس قالت له عليه، وبيشتبك جون مع رجالة فيجو، بس هو بيقتل أي حد بيقف قصاده. وبيوصل للخزنة بتاعت فيجو وبيولع في كل فلوسه وأوراقه. وعلى الناحية التانية برينكس قدرت تحرر نفسها وقتلت هاري وهربت. بنرجع لجون اللي بيروح يطلع على سطح المبنى وبيشوف فيجو ورجالته وصلوا المكان، وفيجو كان متعصب جدا على ثروته اللي راحت. فجأة جون بينزل لهم وبيبدأ يقتل فيهم، وقتل معظمهم بسرعة، بس واحد من رجالة فيجو ركب عربية وخبط بيها جون ووقعه على الأرض. فيجو استغل الفرصة وقدر يقبض على جون، ولما جون بيفوق فيجو بيسأله انت ليه عامل كل الحوار ده وعاوز تنتقم علشان حتة كلب وعربية؟ فجون قال له ابنك قتل الكلب بتاعي اللي كان هدية من مراتي. جون بيحذره وبيقول له سلم لي ابنك وإلا هتموت معاه. ففيجو مش بيرد عليه وبيسيب 2 من رجالته يضربوا جون
ويقتلوه، ولكن لحسن الحظ ماركوس ظهر وقتل واحد من رجالة فيجو. جون قدر يتعامل وبيقتل الراجل التاني، وبيخرج جون للشارع وبيلحق فيجو وبيضرب نار على عربيته وبيقتل السواق وبيرفع السلاح على فيجو. فيجو بيضطر يقول لجون عن مكان ابنه علشان يسيبه عايش، وجون فعلا بيسيبه عايش وبيمشي. بنشوف المكان اللي مستخبي فيه جوزيف وعليه حراسة شديدة وفي قناصة في كل مكان وفريق مرتزقة. جون قتل واحد من القناصة وخد مكانه وبيقتل كل القناصة اللي واقفين، وكمان بيقتل صاحب جوزيف اللي كان قاعد معاه. جوزيف بيترعب جدا وبيشوف كل الحراس وهم بيموتوا وبيقعوا. جوزيف بيطلع يجري بس جون بيقدر يوصله وبيضربه بالنار في بطنه وبيقرب منه وبيقتله نهائيا بدون أي تردد. بعد ما جون انتقم لنفسه بيروح يشكر ماركوس على المساعدة، والاتنين ما كانوش يعرفوا إن برينكس بتراقبهم وبتروح تبلغ فيجو إنها شافتهم مع بعض. فيجو بيتعصب وبيأمر رجالته يروحوا لماركوس في بيته، وفيجو بعدها بيروح يتصل بجون ويقول له رجالتي حالياً عند ماركوس في بيته وبيخلصوا عليه علشان فشل في المهمة اللي اديتها له. جون بيلف بعربيته ورايح لماركوس علشان ينقذه. فعلاً رجالة فيجو كانوا بيعذبوه، وقبل ما كانوا هيقتلوه بيقدر ماركوس في غفلة يقتلهم كلهم، ولكن للأسف بتظهر برينكس وبتقتل ماركوس. وفيجو في نفس الوقت كان رايح يركب طيارته الخاصة علشان يطلع برا المدينة. الخطة اللي كان عاملها فيجو إن جون يروح لماركوس البيت وبرينكس تكون موجودة وتخلص عليه، لكن برينكس بيجيلها تليفون من وينستون صاحب فندق الكونتيننتال وبيطلب منها تيجي فوراً. برينكس بتنفذ الأمر وبتروح تقابل وينستون، ووينستون بيقول لها إنك خلفتي أوامر وقوانين فندق الكونتيننتال وقتلتي هاري في الفندق وحاولتي تقتلي جون، وانتي عارفة كويس إن ده ممنوع يحصل في الفندق، ونتيجة لده رجالة وينستون بيقتلوا برينكس. جون لما شاف جثة ماركوس بيقرر ينتقم من فيجو، ووينستون بيتصل بجون وبيعرفه إن فيجو رايح يركب طيارته ويمشي من البلد. جون بيركب عربيته وبينطلق وبيلحق فيجو قبل ما كان هيركب الطيارة. جون بيصطدم بعربية من عربيات فيجو وبيقلبها وبيقدر يخلي عربية فيجو تخبط في العمود. رجالة فيجو خرجوا حاولوا يقتلوه، بس جون بيتحامي جوه العربية وبيقتل كل رجالة فيجو. وفيجو فجأة ظهر وخبط جون بعربيته، وجون خرج من العربية بسرعة قبل ما كانت العربية هتقع في المية. جون وفيجو بيقفوا وجها لوجه علشان ينهوا المعركة دي، وبيرموا أسلحتهم وبيخشوا في قتال راجل لراجل. في البداية القتال كان متكافئ، بس جون بدأ يسيطر أكتر وكان ليه اليد العليا. فيجو اضطر يخرج السكينة، وجون بيعمل حركة قمة في الجنون ويمسك إيد فيجو وبيخليه يطعنه في بطنه، وبيمسك إيد فيجو وبيكسرها وبيخرج السكينة من بطنه وبيطعن بيها فيجو في رقبته وبيخلص عليه. فيجو بيقع على الأرض وما كانش مصدق إن جون عمل كل ده علشان كلب. جون سابه يموت ومشي، وبنروح للمشهد اللي شفناه في البداية خالص. جون كان بينزف جامد من بطنه وبيوصل لعيادة وملجأ للكلاب وبياخد أدوات علشان تعالج الجروح اللي عنده. بعدها بيختار كلب بيتبول وبيقرر يتبناه وبيمشي مع الكلب وبيرجع لبيته. ولحد هنا يكون الجزء الأول وصل لنهايته. لو عجبك الفيديو أتمنى تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.